تعتبر الأموال هي المحرك الأساسي لجميع أنشطة كرة القدم في العالم، سواء صفقات أو بناء ملاعب أو الدخول في شراكات مع أندية أخرى. لكن قد تكون قرارات إدارات بعض الفرق في إنفاق المال على شراء اللاعبين هي القرارات الأكثر ندما فيما بعد. ويأتي عدد من النماذج المؤكدة لذلك، ومنها الأوكراني أندري شيفتشينكو، فبعد تألقه في دينامو كييف الأوكراني ونادي ميلان الإيطالي، دفع تشيلسي الإنجليزي أكثر من 43 مليون يورو للتعاقد معه في محاولة منه لجلب دوري أبطال أوروبا. لكن الكونكورد لم يحرز سوى 14 هدفا في موسمه الأول و8 أهداف في الثاني، ليعود بعدها إلى ميلان الإيطالي بنظام الإعارة، إلى أن عاد لإنهاء مسيرته في وطنه الأم. جماهير مانشستر سيتي عقدت آمالا كبيرة على قدوم البرازيلي روبينهو من ريال مدريد في صفقة بلغت 42 مليون يورو، لكن البرازيلي خيب الآمال بإحراز 16 هدفا فقط في 53 ظهورا مع فريقه الجديد، ليعار بعدها إلى سانتوس البرازيلي ومنه إلى ميلان الإيطالي. وفي الاتجاه المعاكس، انتقل اللاعب الفرنسي نيكولا أنيلكا البالغ من العمر حينها 19 عاما إلى ريال مدريد قادما من الأرسنال في صفقة ضخمة بالنسبة لعمره بلغت أكثر من 22 مليون يورو، وشارك في 19 مباراة سجل فيها هدفين فقط، لينتهي به المطاف في ناديه الأصلي باريس سان جيرمان. وإلى مانشستر يونايتد جاء الأرجنتيني الدولي خوان فيرون من لاتسيو الإيطالي مع آمال الشياطين الحمر في نجاح اللاعب الذي دفع النادي من أجله 28 مليون يورو، لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه لينتقل إلى تشيلسي مقابل 15 مليون يورو، ليصبح النادي اللندني محطة أخرى للفشل أعادت فيرون إلى إيطاليا. وفي نموذج آخر لنجم كان ينتظر منه الكثير، ترك البرازيلي دينيلسون ساو باولو متجها نحو القارة الأوروبية، وتحديدا ريال بيتيس، في صفقة بلغت 21 مليون ونصف المليون يورو ليلعب له ما بين عامي 1989 و2005، محرزا 13 هدفا فقط. ومع انتشار حمى الانتقالات الصيفية، تسعى الأندية للتعاقد مع نجوم اللعبة الذين يشكلون إضافة للفريق، مع مخاوف من أفول نجم أو آخر بشكل مفاجئ متسببا في إهدار أموال النادي. معين السواري، العربية.